ملحوظة: الفيديو ده معمول بغرض فكاهي مش أكتر، لا يهدف إلى التقليل من شأن أي يوتيوبر، بالعكس كلهم شخصيات قوية جدا في مجال التك، وأنا بقلدهم عشان بحبهم مش أكتر. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة. محمد أبو اليزيد. ازيكم يا جماعة؟ معاكم يحيى. خليني النهاردة اتكلم معاكم عن الايفون 11. الايفون 11 ده كان واحد من افضل الموبايلات اللي نزلت سنة 2019، لانه كان ولا زال بداية السلسلة اللي الكاميرات فيها اتحطت في المربع المستقل. النهاردة وبعد مرور اكتر من 5 سنين على اصدار هذا الهاتف في سوق الهواتف الرائدة، عايزين نعرف يا ترى تشتريه ولا لا. ده اللي احنا هنحاول نجاوب عليه في فيديو النهاردة، ويلا بينا. طبعا احنا هنا بنتكلم عن هاتف رائد من ابل يا جماعه، مش محتاجين نتكلم عن مدى فخامه خامات التصنيع. نتكلم هنا عن ظهر ازاز لامع جلاسي، اكيد عندك الفريم الالومنيوم اللي بيسيب احساس ساقع في الايد كده، وكعاده هواتف ابل فالموبايل ده IP68 يعني مقاوم للغبار والميه. وبس كده، يا ريت تكتبوا لي كل ارائكم وتعليقاتكم في الكومنتات تحت، واكيد ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب في القناه. وشكرا لكم جدا على المشاهده، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام. طيب النهارده بقى انا جايب لك فيديو من ايام النوستالجيا كده، وجاي اكلمك عن الايفون 11. فننزل نعمل سبسكرايب للفيديو ها. بس قبل ما نبدا لازم تنزل بقى صاحبي تظبط لي كده لايكات وشيرات بقى. وطبعا زي ما يحيى قال لك من شويه ان الموبايل ده خاماته بريميوم وواو وتحفه، فانا جاي اقول لك حاجه عكس اللي هو قالها دي تماما، واقول لك ان الشاشه بتاعه الموبايل ده سيئه قوي. واخد بالك انت؟ ها، سيئه قوي. يعني بصراحه انا في 2024 تشيل شاشه زي كده ازاي؟ نوتش كبيره بقى عشان فيها السنسورات. طبعا زي ما انت عارف ان الشاشه دي XDR، طبعا بتيجي ببزل شبه الرصيف. النوتش بتاعتها اكبر من حياتي، ولكن هي شاشه من نوع IPS LCD، بتيجي بمقاس 6.1، وبتيجي بالبرايتنس اللي طبعا ما بقتش ماشيه مع سنه 2024، واحنا بنشوف دلوقتي موبايلات 2650 نتس، فانت هنا بتتكلم على 625 نتس بس. فطبعا هتقابل معاها مشاكل في اشعه الشمس المباشره. طيب انا كده خلصت، يلا يا باشا اتفضل اتفضل تعالى. يا اهلا وسهلا بكم قبل التكنولوجيا. والنهارده احنا جايين نتكلم عن موبايل مكسر الدنيا بقاله اكتر من 5 سنين. احنا هنا مش بنتكلم عن الايفون 6 ولا الايفون اكس، احنا بنتكلم عن الايفون 11. انت هنا بتتكلم عن موبايل رائد، بتتكلم عن موبايل بريميوم. عندك هنا طبعا البروسيسور اللي بدأ الطفره في مجال البروسيسورات بتاعه ابل، وهو الابل A13 بايونيك. طبعا ده بروسيسور 7 نانومتر، ولكن ستيل بيقدم اداء خرافي قوي في المهام اليوميه حتى المهام التقيله. وعشان كده الموبايل ده بيدعم احدث iOS من ابل وقت تصوير الفيديو ده، وهو iOS 17.4. وبس كده، شكرا انك شفت الفيديو، اشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع عمر ديزر. ايه الاخبار يا جماعه؟ ان شاء الله الجماعه بخير ورمضان مبارك عليكم جميعا. انا عارف ان الفيديوهات قليله الفتره اللي فاتت دي، ولكن ده بسبب الاستوديو الجديد وهكذا. ولكن النهارده انا جاي اكلمك عن الايفون 11. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الكاميرات، وبالنظره الاولى كده لو خدت بالك من ظهر الموبايل هتعرف ان ده الايفون 11. طبعا الشكل المميز بتاع الكاميرات بتاع الايفون 11 اللي ستيل
محافظ على شكله لغايه دلوقتي في كل الايفونات اللي بتنزل، طبعا باختلاف ان بيبقى فيه كاميرتين شكلهم مختلف او كده. انا هنا بتكلم على الكونسبت بتاع ان الكاميرات تيجي في ديزاين مربع كده. طبعا انت هنا عندك كاميرتين، الكاميرا الاساسيه بفتحه عدسه f1.8 بدقه 12 ميجا بكسل، والكاميرا الثانيه طبعا الالترا وايد بتيجي بفتحه عدسه f2.4 بدقه 12 ميجا بكسل. طبعا زي ما احنا عارفين ان الكاميرات دي بتدعم ال HDR، بتصور فيديوهات بكواليتي 4K 60 فريم في الثانية. طبعا عندك كواليتي تصوير 1080 60 و120 و240 فريم في الثانية، ده طبعا عشان تاخد اللقطات السلو موشن الاحترافية. وبس كده، دي كانت كل حاجة انت محتاج تعرفها عن الايفون 11. يا ريت لو الفيديو عجبكم تنسوش اللايك العنيف، يا ريت كمان تتابعوني على انستجرام فيسبوك تويتر، الروابط كلها تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. سلام. الحقيقة إن شركة أبل لما بتعمل أي موبايل بيبقى هدفها إن الموبايل ده يقعد فترة كبيرة في السوق، وأكبر مثال على الكلام ده الجهاز اللي معانا النهاردة وهو الآيفون 11. يمكن كتير منكم مش هيفتكر الجهاز ده، ولكن التليفون ده علم مع ناس كتير قوي، وبالأخص في السوق المصري، ولسه بيتباع منه أجهزة جديدة ومتبرشمة. الجهاز ده كان بيجي ب3 نسخ، كلهم بيجوا برامات 4 جيجا، ولكن الفارق الوحيد بينهم كان مساحة التخزين. عندك نسخة 64 جيجا، 128 جيجا و256 جيجا. طبعا احنا في سنة 2024 ومنصحكش بأي شكل من الأشكال إنك تشتري نسخة 64 جيجا، لأنها هتتملي معاك طبعا وانت بتسطب البرامج الأساسية بتاعتك. فعشان كده المساحة 128 جيجا هي الخيار الأنسب. دي كانت كل حاجة عن الآيفون 11. بشكركم، أشوفكم في فيديوهات تانية، في أمان الله. مبدئيا كده احنا بنتكلم عن جهاز من شركة ابل، وعشان ده جهاز من ابل فانت عارف انه اكيد موبايل بريميوم. واللي حابب اكلمك عنه النهارده هو الكاميرا السيلفي، واللي في وقتها في سنة 2019 كانت طفرة كبيرة قوي عن غيرها من الموبايلات. بالتأكيد احنا هنا بنتكلم عن كاميرا 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f2.2. طبعا الكاميرا دي بتصور بكواليتي عالية قوي وبتدعم ال HDR. كمان انت عندك كواليتي تصوير فيديوهات هنا بتوصل ل 4K 60 فريم في الثانية، ده غير طبعا ان كواليتي الفيديوهات بتوصل لدقة 1080 120 فريم في الثانية. وبالتأكيد هيسعدني لو انت قدرت المجهود اللي اتعمل في الفيديو ده وعملت لايك وسبسكرايب للقناة. وكالعادة كان معاكم احمد مدحت، استنوني الفيديو الجاي. سلام. بص انا عارف ان انا لسه في سنة 2024، ولكن خليني اقول لك ان لسه في ناس بتشتري الايفون 11 جديد. فايه اللي بيميز الموبايل ده عن غير الموبايلات؟ ده اللي انا هحاول اوصله لك في فيديو النهارده. لما نتكلم عن سماعات الموبايل ده فصدقني ان احنا هنا بنتكلم عن سماعات موبايل بريميوم جدا، صوت ستيريو عالي واضح هتسمعه بكل سهوله. طبعا لو كنت في الشارع او مواصلات ما عندكش اي مشكله من السماعه بتاعت الموبايل ده. اللي مش عادي بقى في الموبايل ده واللي مش موجود في اي موبايل من شركه تانية وهو الفيس اي دي. طبعا الفيس اي دي بيساعدك انك تفتح الموبايل في اي وقت وبكل سهوله، حتى لو المكان اللي انت فيه الاضاءه بتاعته ضعيفه. كمان انت عندك هنا كل انواع السنسورات اللي انت محتاجها، تقارب بقى، جيروسكوب، بوصله، كل حاجه سعادتك. وبس كده، شكرا يا رب يكون الفيديو عجبكم. تنسوا تعملوا لايك شير وسبسكرايب عشان الفيديو ده ينتشر بشكل كبير، والى لقاء اخر فيديو جديد. بيس. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ اتمنى كلكم تكونوا بخير ان شاء الله. والايفون 11 كان ولا زال متربع على عرش الهواتف الاكثر مبيعا في السوق المصري، وده بينعكس تماما على اداء البطاريه بتاعته. مبدئيا كده البطاريه الكباسيتي بتاعتها 3110 ملي امبير. تيجي تقول لي يا محمد يا سامي البطاريه دي قليله قوي، هقول لك معاك حق. ولو انت استعملت الموبايل ده اكتر من 5 شهور فانت هتلاحظ ان البطاريه ادائها قل معاك كتير عما كنت مشتري جديد. البطاريه دي بتديك متوسط 5 أو 6 ساعات سكرين اون تايم، وده وقت قليل قوي مقارنه باي موبايل فئه متوسطه بيجي في نفس رينج السعر بتاع الايفون 11. وبمناسبه سعر الجهاز، فالجهاز ده لو انت هتشتريه جديد دلوقتي تشتريه من رينج 20 ل 22 الف جنيه في السوق المصري، ولكن للاسف ده بقى اقل ايفون تقدر تخش بيه جوه الايكو سيستم بتاع ابل، ولسه بيدعم التحديثات لغايه دلوقتي. وما تنساش لو عجبك الفيديو تدوس لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه. كان معكم محمد سامي، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.